السلام عليكم. صلاة والسلام على رسول الله. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة، ومرحبا بكم معايا في قناتي روح المطبخ. اليوم جبت لكم وصفة سهلة خفيفة ديروها في وقفة ويحبوها كبار وصغار، اللي هو البريوش يجي هذايا اقتصادي، والله كما نقول لك صدقوني يجي خفيف خفيف قطن. دوك نبداو بسم الله. نجيب الغيسيبيون تاعي، نبداو بعمليه التحضير، وفي نفس الوقت نوريكم المقادير واش راح نديرو هنايا. نبداو بسم الله بالخميره. عندي هنايا مغرفه كبيره تاع الخميره تاع الخبز. هذه واش راح نديرو لها، راح نحو هنايا عندي نص كاس تاع السكر. هذا النص كاس تاع السكر نحي منه ملعقه تاع كبيره تاع السكر، نديرها مع هذه الخميره هكذايا باش نديرو الخميره تاعنا باش تتفاعل. وعندي هنايا 100 مليلتر نتاع 100 مليلتر تاع الحليب يكون دافي. هذايا نروحو نديروه هنايا ونخلطو مليح هذيك الخميره هكذايا، نخلوها تتفاعل هكذايا، نخلوها باش تخمر لنا مليح، نخلوها على جانب هكذايا. دوك نروح ندير الفارينه تاعي. انا الفارينه هنايا كنت وزنتها عندي 330 غرام تاع الفارينه. هكذا نديروها على دفعه واحده. هكذايا نمسيو هنايا حفره في الوسط هكذا باش نخدموا العجينه تاعنا. انا هنايا عندي حبه بيض، نديروا النواشف قبل ومن بعد كان عندي نكملوا هذاك السكر اللي كنا نحينا منه مغرفه كيما قلت لكم نص كاس تاع سكر هكذايا. دوك نخلطوه مع الفارينه هكذا، نديروا النواشف، نزيد الباكي تاع الفاني هكذايا. دوك نديرو حفره في الوسط. عندي هنايا حبه بيض، عندي هنايا علبه تاع الياغورت الطبيعي. العلبه هذه اللي دير 150 غرام تاع الياغورت الطبيعي. هكذا دوك نفرغوها كامل هنايا لداخل. دوكا نروح نخلطو مليح هذا البيض مع الياغورت الطبيعي، نخلطوهم مليح. هكذايا دوك نروح نزيد هذيك الخميره اللي كنت درتها هكذايا مع هذاك الحليب. هكذا ونروح نخلطهم هكذايا حتى تجمع لي كامل هذيك العجينه مع الفارينه مع هذاك الخليط. هكذا راني جمعت العجينه تاعي. دوك نروح نواسيها نخلطها بيدي
هكذا. قبل ما نخلطها بيدي دوك نروح نضيف لها 40 غرام، جهد 40 غرام تاع المارغرين هكذايا. نروح ندخلها في هذه العجينه هكذايا. نبقى نواسي فيها حتى تدخل لي كامل هذيك الزبده هذيك، ندخلها في العجينه هكذايا حتى تولي لي عجينه رطبه. شوفوا بعد ما دخلت لها هذيك المارغرين، شوفوا كيفاش تولي القوام تاع هذه العجينه تاعنا. شوفوا كيفاش يجي، تجي تتلاصق في اليدين وتجي شويه خفيفه هكذايا. وما تخافوهاش، ماشي تقولوا كنت انا راهي خفيفه هكذايا نزيدوا لها الفرينه. خلوها هكذايا وخلوها تحطوها على جانب، خلوها تخمر. انا هكذايا دوك نديرها غير شويه زيت من الفوق هكذا. نديرها غير شويه زيت هكذا، جات ملايمها. نغطيها ونخليها تخمر هكذا. راني جبت العجينه تاعي بعد ما خمرت لي، دوك نروحو نخدموها. انا ندير هنايا شويه تاع الفرينه كيما شفتوا العجينه تاعنا راهي خفيفه بزاف هكذايا، باش نهبطوها هنايا في البلون دو طرافاي هكذايا، باش نروحو نخدموها. شوفوا كيما كنت تشوفوا، شوفوا تجي خفيفه هكذا. نديروا لها الفرينه هكذايا باش ما تلصقناش في يدينا. كيما راكم تشوفوا العجينه راهي طريه هكذايا، باش يجينا البريوش تاعنا يجينا خفيف قطن كيما قلت لكم. هكذا نروح نقسموه، نديرو كويرات صغار هكذا نقسموه. راني هنايا بعد ما كورتهم، راني جبت البلاطو تاعي اللي راح نديرو اللي يروح للفور. هذايا انا دهنته بالزبده، زبده ولا مارغرين ولا باش ما يلصقناش هذا البريوش. دوك انا درتهم كويرات هكذايا، دوك نروح نديرهم كامل نستفهم هنا، واش نهي نخلو البلاصه بين وحده هكذا باش كيزيدوا يخمروا، باش ما يتخسرش الشكل تاعهم هكذايا. نديروهم كامل هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا. نخلو شويه كيما قلت لكم البلاصه بين وحده. هاني بعد ما درتهم في البلاطو، دوك انا نغطي عليهم ونخليهم يخمروا. بعد ما يخمروا باش نروحوا ونشعل الفوق واحد ربع ساعه هكذاك. مقبل نشعلوا على 180 درجه هكذايا باش يكون سخون الفوق، ندخلوهم مباشره. راني جبت البريوش تاعي، شوفوا بعد ما خمر لي، شوفوا كي ما لصقتهمش انايا، خليت لهم شويه ليتساع البلاصه ما بين وحده. شوفوا كيفاش لصقوا، وانا حبيتهم هكذايا يجيو. عندي هنايا حبه بيض هنايا، دوك ندهنهم بالبيض ومن الفوق. واش عندكم ديروا له،
واش حبيتو ديروا، تحبوا ديروا الجلجلان، تحبوا ديروا السكر، تحبوا ديروا اللوز ايفيلي، واش حبيتو ديروا، واش عندكم في البيت موجود. هكذا ندهنهم كامل. هاني هنايا بعد ما دهنتو بالبيض، انا عندي هنايا اللوز ايفيلي. دوك ندير شويه تاع اللوز، كاين اللي يديرهم اللوز وكاين اللي يديرهم السكر، يجي حبيبات سكر، هذايا سبيسيال للبريوش. هكذايا نديرو لهم. ها هو السكر اللي قلت لكم سبيسيال هذايا تاع البريوش، يجوا حبيبات شويه خشان. شوفوا كيفاش يجي. هذايا نديرو هنايا. كما قلت لكم واش حبيتو ديروا فيه. هكذا دوك نكملوا نكمل الحبات الاخرين ونروح ندخلو داخل الفوغ اللي قلت لكم. راهو انا درتو يسخن مقبل هكذايا باش يكون سخون مليح بفيه باش يطلع لنا البريوش هذايا. انايا نروح نطيبوه ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. راه وجد معنا البريوش اللي درناها مع بعض. شوفوا كيفاش جا، والله صدقوني جا ما شاء الله. والله حتى الصوره كما نقول لك ما تعطيش حقها واش راني كما نقول لك القوام اللي جا. شوفوا شحال جا طري خفيف قطني كما قلت لكم، هايل هايل. شوفوا دوك نحي لكم حبه وتشوفوا كيفاش جا. شوفوا صدقوني، شوفوا قطن، شوفوا كيفاش جا. والله هذا البريوش نتمنى من قلبي تجربوه، وكما نقول لك والله كما نقول لك تولوا ديروه ما تستغناوش عليه. هذا كما نقول لك يوالم للدراري هكذا يجوا من ليكول يشربوا به قهوتهم، للضياف، واحد يروح يخرج يروح يهني ولا كش ما يروح يشوف حبابه يدير هكذايا ثاني خبيزه يديها معاه، والله تحمر الوجه. وصدقوني جابنين وهايل وخفيف. ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الوصفه هذه وتجربوها وتاكلوها بصحتكم، وما تنسونيش بالجيم وما تنسونيش بابوني هكذايا باش تعم الفائده، وكما نقول لك وتضغطوا على زر الجرس هكذايا باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله الى وصفه جديده نقول لكم الى الملتقى ومع السلامه.